ايه يا جماعة الكريمة دي الترمسيو أكلة الناس اللي بتعشق القهوة. نجهز الحاجة ويلا بينا. في بول هنحط 5 صفار بيض ونخلي البيض على جنب، مش هنرميه، هنفطر بيه ندخله في أي حاجة. بعد كده نحط 5 معالق سكر كبار، وفي حلة على النار فيها مية سخنة نبدأ نحط البيض ونبدأ نقلب كده واحدة واحدة لحد ما يكون القوام بتاعها كريمي. بعد كده نحط معلقة فانيليا ونكمل تقليبة حلوة لحد ما نوصل للقوام ده. هنشيل ونسيبه يبرد على جنب، ودلوقتي هنبدأ نعمل الكريمة. بولة فيها كوباية كريمة وكيس كريم شانتيه وكوباية لبن صغيرة. أول حاجة نقلب بمضرب عادي، بعد كده نضرب بمضرب كهرباء عشان ما نبهدلش نفسنا. أول ما توصل للقوام ده تحط جبنة ماسكربون أو جبنة كريمي اللي عندك حطه مفيش مشكلة. بعد كده نبدأ نكمل ضرب لحد ما نوصل للقوام ده. كده الكريمة بتاعتنا جاهزة. نحط البيض على الكريمة ونقلب من تحت لفوق لحد ما الاتنين يكونوا واحد بالشكل ده. بعد كده في بولة فيها مية سخنة نحط فيها معلقتين قهوة سريعة الذوبان ونسيبها تبرد على جنب. بعد كده احط الكريمه في البايركس، وهات القهوه بقى بعد ما بردت حط فيها معلقتين سكر، وهات بسكوت ليدي فينجرز ابدا حطه في القهوه مره واتنين بسرعه. بعد كده ارصه في الكريمه. اعمل الصف ده كله وابدا حط طبقه كريمه مره تانية، واعمل نفس الحركه. هات البسكوت حطه في القهوه بس بسرعه عشان البسكوت ما يبوش، البسكوت طري وخفيف. بقول لكم ايه، حدوته. واخر طبقه على الوش هي الكريمه، ودخلها بقى التلاجة من 6 ل 8 ساعات، واطلع حط عليها شويه كاكاو كده. بقول لكم ايه، حاجه اخر دلع، سهله وبسيطه وده يبقى دوب. اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان وتحتاجها طول السنه لو انت من عشاق القهوه. سلام.